السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فكرتين والفكرتين احلى من بعض. هعمل معاكم القلم الجميل ده، وهعمل منظم من الورق شكله تحفه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو حبايبي تدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير. اول حاجه معانا دي الدايره بتاعه السولوتيب الشفاف. لو مش موجوده عندك ممكن تبدليها بالرول المناديل، تقص جزء صغير منه. قصيت شريطه من الفوم الاسود مقاسها حوالي 1.5 سنتي، وهبدأ ألفها كده على دايرة السولوتيب. ألفها مرتين وأثبتها كده بالشمع وأقص الزيادة. هقص شريطة صغيرة من الفوم على مقاس الدايرة من جوه. هفتح البرجل على مقاس 2.5 سنتي، وهبدأ أرسم دايرتين، وبعد كده هقصهم. هجيب المكوة وابدأ أثبت عليها الدايرة. بمجرد ما تنزل هبدأ أثبتها على الدايرة عشان تاخد معايا الكيرف ده. ثبت الدايرة التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه. عملت الدايرتين. بعد كده هجيب معايا مسطرة، اي حاجة مدورة عندك ممكن تعملي بيها الفتحة اللي انا هعملها في الفوم. هثبتها على الدايرة من الدوائر، وهبدأ ارسم الدايرة في قلبها بالشكل ده. هنفرغها بالمقص او قطر. الجزء اللي انا عملت فيه الفتحة هيبقى في الوش، في وش الدايرة، والجزء التاني في ظهرها. هحط حبة شمع صغيرين وهبدأ اثبته. هثبت الجزء اللي من الخلف الاول. بعد ما ثبتت الجزء بالشكل ده هتجيبي اي اشكال موجودة عندك، لولي، ترتر، او اي حاجة موجودة عندك، الاشكال الصغيرة الجميلة دي هفضيها في قلب الدايرة بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهتجيبي ورق الاستنسل الشفاف، ممكن تقصي منه جزء وتثبتيه على وش الدايرة. انا عندي العدسة دي كانت في عدسة مكبرة كده، تكبر الاشكال، خلت شكلها اوضح، فانا هثبتها هي بدل الاستنسل. لو مش موجودة عندك طبعا هتثبتي الاستنسل بدالها. هحط حبة شمع صغيرين، وهاخد الجزء اللي انا قصيته من الفوم كنت مفرغة من قلب الدايرة، بقت معايا بالشكل التحفة ده. شكل الدايرة كده من غير ما تكمل ما شاء الله جميلة. بحاول اوضحها لكم بس الاضاءة مش مساعداني بصراحة. هقص شريطة من الفوم عرضها حوالي 1.5 سنتي، وهبدأ الفها بالشكل ده. انا عملت منها دايرتين، وعلشان اغلف جناب الدواير قصيت 4 دواير صغيرين كده علشان اغطي الجناب وشكلها يبقى نظيف. لو انت مش حابة هتسيبيهم عادي، بس كده شكلهم يبقى افضل. انا عاملة افكار كتيرة قوي للاقلام على القناة، لو حابين تشوفوها. بعد ما ثبت الدواير بالشكل ده هبدأ احط حبة شمع صغيرين واثبتهم كده في قلب الدايرة زي ميني كده. بقت معايا بالشكل الجميل ده، شكلها بقى تحفة والله العظيم، شكلها تحفة. انا عجباني اكتر من الاطفال، يعني انا حابة العب بيها اكتر من الاطفال. بعد كده هبدأ اجيب جزء من الفوم الاحمر وهرسم عليه الفيونكة دي، وهجيب اي قلم عندي ابيض او مانيكير واعمل باللون الابيض نقط صغيرة كده على شكل الفيونكة بتاعت ميني. وهحط حبة شمع صغيرين وابدأ اثبتهم بالشكل ده. لو حابة تعمليها للصبيان مش هتعملي الفيونكة دي، هتعملي جزء صغير من الفوم الاحمر وهتعملي زرارين باللون الاصفر. جبت قلم رصاص وجبت السلوتيب الملون ده موجود في اي مكتبة. بدأت الفه على القلم، غطيت القلم كله. وبعد كده جبت جزء من الفوم مقاس 3×5، وبدأت احط حبة شمع وثبته على القلم بالشكل ده. انا هلزق الفوم في قلب بعضه، مش هلزقه في القلم نفسه. هحط حبة شمع صغيرين على الفوم وهثبته في قلب الدايرة. وخلاص احنا كده خلصنا القلم، شكله بقى تحفة. ولو حابة تغيري القلم هتغيريه بكل سهولة، هتحطي اي قلم تاني. شكله قمر قمر قمر، مهما اوصف لكم مش زي على الطبيعة، شكله تحفة. ولو عندكم افكار تانية حابين تنفذوها ممكن تكتبوها لي في التعليقات. اي كومنت حلو بيتكتب لي بيفرق معايا
وبيشجعني ان انا اكمل في القناة. ربنا يا رب يجازيكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم. ويلا بينا على الفكرة التانية. الفكرة التانية سهلة وبسيطة. هنجيب ورقة مربعة، دي مقاس 20 في 20. هبدأ اتنيها بالنص بالتساوي، وبعد كده هفردها وهتني جنب من الاتنين بالنص زي ما انتوا شايفين. ركزوا في الخطوات عشان تفهموها اكتر. وبعد كده هجيب الطرف التاني وهتنيه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهفردها واجيب الزاوية بالتساوي مع الخط اللي انا تنيته في الاول. هعملها زي المركب وهتني الجنب التاني. بعد كده هاخد الطرف واوصله عند الخط اللي انا قسمته في النص بالشكل ده، وهجيب الطرف التاني اعمله بنفس الطريقة. هبدأ اثبته عند الخط اللي انا قسمته في النص، وهبدأ افرد كل الكلام اللي انا عملته ده، وهثبت الدبل فيس او هتثبتيه بالشمع. ثبته على الخط اللي انا قسمته في النص وفي الطرف من فوق وفي الجناب، وعلى طرف واحد من الجنبين اللي انا قسمتهم في الاخر. هشيل ستيكر دبل فيس وهبدأ ارجع كل تانية في مكانها، وهشيل الحبة اللي في الوش بالشكل ده، وهضم الطرفين على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه. هعمل 6 اجزاء من الالوان اللي انا حباها. انا عملت الالوان دي. هبدأ اثبتهم في قلب بعض بالشمع. مش هينفع الدبل فيس، ممكن يفك. هثبت جزء لحد ما اقفله كله، وممكن تثبتي 3 في قلب بعض وبعد كده تثبتيهم في بعض. اخر جزء هحط شمع من الجنبين وهبدأ اقفله بالشكل ده. من اسهل المنظمات اللي هتعمليها، مش هياخد في ايدك 10 دقايق، وبجد شكله تحفة. بعد كده هبتدي اعمل له قاعدة. هجيب ورقة من الكانسون وهبدأ اثبته عليها واقص عليها القاعدة واثبتها بالشمع بقى معايا بالشكل الجميل ده. انا عندي الاستيكرات دي ورقة كنت طبعاها من بنترست، ورقة عادية. بعد كده غلفتها بالسلوتيب وورق الستنسل. لو حابين تعرفوا طريقة التغليف هبقى انزلها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. ممكن تحملي اي صور عجباكي. انا حملت الصور دي عشان بنتي بتحب العروسة، بتحب لول. ثبتهم بقطعة من الدبل فيس على ظهر الصورة. شكله بقى تحفة وما خدش معايا وقت، يعني مش هياخد معاك 10 دقايق، وبيشيل قلمة كتير ما شاء الله. جمع كل الاقلام المرمية عند بوسبوس والالوان. هتشوفوا دلوقتي هتحط فيه كمية الوان كتيرة وقلمة كتيرة. يا رب تكون الافكار سهلة وبسيطة وتكون عجبتكم وتفرحوا بيها الاولاد، لان حاجات بسيطة زي كده بس بتفرحهم. والله حاجات بسيطة بس بتفرق مع الاولاد وتخلي نفسيتهم حلوة ومفتوحة للمذاكرة. ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة. بحبكم في الله، وانتظروا فيديوهات تانية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.